أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. شاهد حسام حسن يطلق زوجته الأولى هويدا الغرباوي غيابيا بعد أزمة الساحل. دخلت أزمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مرحلة جديدة بعد إعلام محمد شمس محامي دان آدم أن حسام حسن أنهى رسميا إجراءات طلاق زوجته الأولى هويدا الغرباوي غيابيا عقب المشاجرة التي وقعت مؤخرا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وبحسب تصريحات المحامي جرى إنهاء الإجراءات في محافظة القاهرة لدى مأذون مختص بدائرة الزوجة بعد تصاعد الخلافات التي أعقبت الوقائع المتداولة إعلاميا. ويأتي هذا التطور بعد جدل واسع صاحب مشاجرة جمعت زوجته مدرب منتخب مصر وانتهت إلى قرار حاسم بإغلاق صفحة زواج استمر سنوات طويلة. وقال محمد شمس محامي دان آدم أن الكابتن حسام حسن أتم إجراءات الطلاق الغيابي لزوجته الأولى هويدا الغرباوي عقب أزمة الساحل الشمالي التي أثارت اهتماما واسعا خلال الأيام الماضية. وأوضح المحامي في تصريحاته أن حسام حسن توجه إلى محافظة القاهرة لإنهاء الإجراءات، مشيرا أن الطلاق تم أمام مأذون مختص بدائرة الزوجة وفقا للقرارات المنظمة للاختصاص. وبحسب رواية المحامي فإن حسام حسن كان قد وجه الطلاق شفهيا لهويدا الغرباوي أثناء الأزمة قبل أن يستكمل الإجراءات الرسمية لاحقا ليصبح الطلاق مثبتا بصورة رسمية. وأشار محمد شمس إلى أن إتمام إجراءات الطلاق في القاهرة جاء بسبب حتمية اتخاذ الإجراءات لدى مأذون دائرة الزوجة وفق الاختصاص المحدد. وهذه النقطة توضح أن الطلاق لم يتم فقط باعتباره موقفا شفهيا عقب المشاجرة، بل جرى توثيقه من خلال المسار الرسمي المختص. ووفق ما ذكر محامي دان آدم فإن الطلاق أصبح بائنا، وهو توصيف قانوني ذكره المحامي في سياق حديثه عن انتهاء العلاقات الزوجية رسميا. وتعود بداية الأزمة إلى مشاجرة وقعت داخل أحد المقاهي الشهيرة بفندق كبير في منطقة الساحل الشمالي وجمعت بين زوجتي حسام حسن. وبحسب ما ورد في المصادر بدأت الواقعة بمشادة قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي، مما تسبب في حالة ارتباك بين رواد المكان ودفع بعض الموجودين إلى الاستعانة بشرطة النجدة للتدخل والسيطرة على الموقف. وأثارت الواقعة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع ارتباطها باسم المدير الفني لمنتخب مصر وما تبعها من تداول روايات متعددة بشأن تفاصيل ما حدث. وأشارت المعلومات المتداولة بشأن الواقعة إلى أن المشاجرة أسفرت عن تعرض الطرفين لإصابات وكدمات متفرقة قبل احتواء الموقف أمنيا. كما ذكرت المصادر أن حسام حسن لم يتمكن من السيطرة على الموقف وقت تصاعد الأزمة، وأنه تعرض لحالة إغماء نتيجة الانفعال الشديد خلال الواقعة. وتظل هذه التفاصيل مرتبطة بالروايات المنشورة حول المشاجرة، بينما يبقى التطور الأبرز هو إعلام محامي دان آدم انتهاء إجراءات الطلاق رسميا عقب الأزمة. ويمثل طلاق هويدا الغرباوي نهاية علاقة زوجية استمرت لسنوات طويلة وأثمرت عن أبناء حسام حسن منها آية ورؤى وعمر. وتحول الملف من خلاف عائلي متصاعد إلى تطور رسمي بعد إعلان المحامي إتمام الطلاق الغيابي في محاولة لإنهاء حالة التصعيد التي رافقت الواقعة خلال الأيام الماضية. ويحمل القرار جانبا شخصيا واضحا، لكنه اكتسب صدى عاما بسبب المكانة الرياضية لحسام حسن بوصف المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وأحد أبرز رموز كرة القدم المصرية. وجاء الإعلان عن الطلاق عبر محمد شمس محامي دان آدم الزوجة الثانية لحسام حسن، والذي كشف أن الإجراءات تمت رسميا بعد وقعة الساحل. وأكد المحامي أن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود بعد تصاعد الخلافات، مما دفع حسام حسن إلى اتخاذ خطوة رسمية بإنهاء العلاقة الزوجية مع زوجته الأولى. وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة المشاجرة المتداولة إعلاميا إلى إجراء موثق أنهى العلاقة رسميا وفق ما ذكر المحامي في تصريحاته. التطور الجديد لا يتعلق فقط بواقعة المشاجرة نفسها، بل بنتيجتها المباشرة على الوضع الأسري لحسام حسن بعد إعلان انفصاله رسميا عن زوجته الأولى. فالخلاف الذي بدأ داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي انتهى بحسب تصريحات محامي دان آدم بإجراء رسمي تم في القاهرة ليضع حدا للمرحلة الطويلة من الزواج بين حسام حسن وهويدا الغرباوي. وفي الوقت نفسه لا تزال الواقعة محل متابعة بسبب ما أثارته من تفاعل واسع، خصوصا أن تفاصيلها جمعت بين جانب عائلي خاص واسم رياضي كبير يتصدر المشهد العام. ورغم أن الأزمة عائلية في الأساس، فإن تداولها بهذا الحجم جاء بسبب ارتباطها باسم حسام حسن وموقعه الحالي كمدير فني لمنتخب مصر. ويظل الملف الشخصي منفصلا عن الجانب الفني والرياضي، ولكن الاهتمام الجماهيري والإعلامي جعله حاضرا بقوة في النقاش العام خلال الأيام الأخيرة. ومع إعلان الطلاق رسميا تبدو الأزمة قد دخلت مرحلة تهدئة
بعد قرار واضح بإنهاء العلاقة الزوجية الأولى وفق التصريحات الصادرة عن محامي دان آدم. والمؤكد من التصريحات المتاحة أن محامي دان آدم أعلن إتمام حسام حسن إجراءات طلاق زوجته الأولى هويدا الغرباوي غيابيا عقب مشاجرة الساحل الشمالي. وجرى الطلاق بحسب المحامي في محافظة القاهرة لدى مأذون مختص بدائرة الزوجة بعد أن كان حسام حسن قد واجه الطلاق شفويا أثناء الأزمة. وبذلك تنتهي واحدة من أكثر الأزمات الشخصية تداولا خلال الأيام الماضية بقرار رسمي بعد مشاجرة أثارت الجدل داخل الساحل الشمالي وامتد صداها إلى الوسط الرياضي ومواقع التواصل. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.